استجابة لرغبة كولر، الأهلي يخطر خالد بيبو بتوجيه الشكر له بعد مواجهة فيوتشر الأخيرة للفريق في الدوري. الصحافة الفرنسية تؤكد أن نيس الفرنسي قريب من حسم صفقة محمد عبد المنعم مقابل 4 مليون يورو، ومصدر بالنادي الفرنسي يؤكد أنه ما زالت بعض الخلافات تعيق إتمام الصفقة، لكنه يتوقع أن يتم التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف في الساعات القادمة بعد تواصل اللاعب مع أكثر من مسؤول كبير بالنادي. الأهلي يؤكد لمحمد عبد المنعم مجددا بأنه لا يقف أمام مستقبله واحترافه، وأنه تنازل عن مطالبه ووافق على إنهاء الصفقة مقابل 4 مليون يورو احتراما لرغبته، لكن رغبة النادي الفرنسي في سداد قيمة الصفقة 4 أقساط هو ما يعيق إتمامها حتى الآن، وأنه قد لا يمانع إتمامها حال تقسيط قيمة الصفقة على دفعتين فقط، لكن من الصعب أن يوافق على تقسيطها على 4 أقساط، خاصة أن النادي يحتاج لتعويضه أيضا. مويس مومبيتو المدافع الكندي يقترب من الانتقال لنادي نيس الفرنسي، ومصدر يؤكد أن اقتراب اللاعب من الانتقال لنيس لا يعني التراجع عن ضم عبد المنعم، خاصة أن النادي يرغب في تدعيم صفوفه بضم ثنائي وليس لاعب واحد فقط. حسين الشحات يظهر الليلة مع إبراهيم فايق، ومحاولات من المعدين والمسؤولين عن البرنامج إقناع محمد الشيبي بعمل مداخلة في البرنامج للصلح بينه وبين لاعب الأهلي. الأهلي يعرض على مارسيل كولر 3 صفقات ل3 مترجمين كبار لاختيار أحدهم ليكون بديلا لخالد الجواد الذي تم توجيه الشكر له. أحمد عبد القادر يقترب من البقاء في الأهلي الموسم المقبل بسبب تمسك كولر باللاعب وعدم توفر عروض قطرية له. بدر بنون ينفي للمقربين منه في مصر كل ما يصار حول حديث الأهلي معه للعودة للفريق مجددا لتعويض رحيل عبد المنعم المحتمل. وكيل اللاعب المغربي أشرف داري يؤكد أنه تلقى استفسارات من أحد وكلاء اللاعبين المقربين جدا من النادي الأهلي لمعرفة موقف موكله حال قدم الأهلي عرض لضمه، وأنه أبلغهم بأن موكله لا يمانع اللعب للأهلي، خصوصا أنه واحد من أكبر الأندية الإفريقية على الإطلاق، لكنه لم يتلقى أي عروض رسمية حتى الآن. المهاجم المالي فيلي تراوري مهاجم مازيمبي الكونغولي يعترف للمواقع المصرية بوجود مفاوضات من الأهلي معه في الوقت الحالي. بيرسي تاو يتحفظ على اللعب للوداد المغربي بسبب الراتب السنوي المعروض عليه والذي لا يتناسب معه إطلاقا. أحمد سامي مدرب سموحة يعلن رغبته في ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي في الانتقالات الصيفية. رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية تستبعد صلاح من قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا العام، وتضع اسم هالاند ورودريجو هرنانديز في القائمة. حسام حسن يضع محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق وربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعمر كمال وكوكا ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات في حساباته لمعسكر المنتخب القادم. تصريحات المتحدث الرسمي لنادي الزمالك وأسامة حسن لاعب الزمالك السابق عن أزمة فتوح تورط لاعب الزمالك وتتسبب في تجديد النيابة حبسه 15 يوم على ذمة القضية. نادي نيوم السعودي يدرس الانسحاب من صفقة زيزو بسبب مطالب الزمالك المبالغ فيها والتي وصلت ل 8 مليون دولار. محمد النني يصل أبو ظبي لبدء مشواره مع الجزيرة الإماراتي ومسؤولي النادي يستقبلوه بالورود. الاتحاد السكندري يوافق على رحيل مابولولو لأهل طرابلس الليبي بعد تلقي اللاعب عرض كبير من هناك. انتر ميلان يمدد التعاقد مع لوتارو مارتينيز حتى 2029 للحفاظ على اللاعب. يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي الجديد على انستجرام: يسرني ويشرفني أن أكون جزء من النادي الأهلي، النادي العظيم، فريق القرن. الانضمام لهذا النادي العريق هو شيء جميل تحقق وأنا ممتن لهذه الفرصة. سأضع كل طاقتي وتركيزي في تقديم أفضل ما لدي والعمل بكل جهد وإخلاص لتحقيق أهداف النادي وطموحات جماهيره العريضة. فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي. البرازيلي ميكال المدير الفني للمنتخب الأولمبي هو المسؤول الأول والأخير عن الهزيمة الثقيلة أمام المغرب بسداسية دون مقابل. ميكالي هو من اختار المجموعة اللي معه من اللاعبين لكن لم يستطع خلق طريقة لعب واقعية أمام المنتخبات القوية. ميكالي لا يستحق الاستمرار في عمله بعد النتائج الغير جيدة وتحديدا فضيحة المغرب. حزين بالطبع لابتعادي عن العمل بالمجال الرياضي منذ ما يقرب من عامين، والعمل أصبح يأتي نتيجة العلاقات الجيدة وليست بالكفاءات، وأنا ليس جيد بشكل كافي في العلاقات وهو ما يجعلني بعيد عن الصورة. محمد صلاح مدرب الزمالك السابق: التفريط في زيزو سيحدث أزمة كبيرة إداريا وجماهيريا وسيعود بنادي الزمالك إلى نقطة الصفر مجددا. أرفض رحيل اللاعب جملة وتفصيلا. الزمالك ضم 10 لاعبين في يناير منهم 5 فشل ولا أعرف من قام باختيار هؤلاء
هؤلاء اللاعبين. عليهم الإعلان عن من قام باختيار وضم هؤلاء العناصر. الخماسي الذي فشل مع النادي تم تحمل مبالغ كبيرة لهم، وأصبح الزمالك مهدد بشكاوى أخرى في الفترة الحالية. الزمالك سبق وفشل في تجديد عقود بعض اللاعبين مثل ساسي وأشرف بن شرقي، والأخير كان واضح بأنه يرغب في الرحيل وانتقل للجزيرة الإماراتي. يجب أن يكون هناك مصارحة، وسعيد بموقف جمهور الزمالك في التمسك باللاعب. بعد عودة إمام عاشور من ميتلاند مجلس الزمالك طلب منه تخليص نفسه، وهذا أمر صعب، ولذلك ذهب إلى الأهلي. وهناك تخوف من تكرار نفس السيناريو مع زيزو، والأمور واردة. يجب التجديد لزيزو حتى في ظل الظروف الحالية، والإبقاء عليه أهم من فتح ملف القيد نظرا لأهمية اللاعب وأرقامه وتأثيره في الملعب، وهو يمثل 99.9 من قوة الفريق الأبيض. الزمالك يصنع أسماء النجوم مثل طارق حامد وبن شرقي وساسي وغيرهم، وأعتبر أن زيزو من أهم اللاعبين ويجب البناء عليه، ولا يجب أن يصنع المجلس الحالي توتر للاعب ويقوم المجلس بتسليمه للجماهير وتصدير على أنه يريد الرحيل. يجب الجلوس مع زيزو وشرح كافة الأمور له، وأن يتم التمسك به وإراحته وتجديد عقده من أجل المحافظة على استقرار النادي، وهو لاعب يعشق الاحتراف. وأعتقد لو خرج من الدوري المصري لن يعود بسهولة كما يتصور البعض.